كان غريب عن المنطقة، دخل الجامع صلى طلع لقى الجزمة مسروقة، طلع وبعلو صوته قال لهم بص اقول لكم ايه، 5 دقايق لو ما لقيتش الجزمة هعمل زي ابويا. الناس استغربت، الراجل ده بيقول ايه 5 دقايق هعمل زي ابويا؟ الله، الناس اللي في الجامع كلها طلعت وبدأوا يبصوا حواليه، الراجل ده شكله شراني، فضلوا يلفوا يمين شمال، اوب راحوا جايبين له الجزمة، اتفضل يا معلم. وفضل الراجل ماشي باحترام وهبه وزي الفل لحد ما طلع وراح المدينه عنه. فبيحكي القصه لواحد قال له طب هو ابوك عمل ايه؟ قال له ماشي حافي عادي، هيعمل ايه؟ وهي دي الفكره، مهما كان فيك عيوب او مهما كان كنت ضعيف، اظهر مظاهر القوه اللي جواك، اوهم الناس ان انت ما فيكش اي عيوب. لما سالوا راجل اعمال اهم نصيحه لينا، احنا معانا 3 مليون نعمل ايه في المشاريع؟ قال له بمليون تعملوا مشروع، وب2 مليون تعملوا دعايه. انت متخيل رجل اعمال بيدي نصيحه ان بمليون واحد نعمل مشروع وب2 مليون نعمل دعايه؟ الدعايه اللي احنا بنهملها، الدعايه اللي احنا فاكرينها حاجه عاديه وحاجه مصاريف زياده ملهاش قيمه، الدعايه دي هي اللي هتسوق لك منتجك، وهي اللي هتبيع منتجك، وهي اللي هتزود ارباحك وتدور راس المال. الدعايه اللي احنا بنهملها في كل حاجه. في يوم الافتتاح بنستخسر نعمل افتتاح، بنستخسر نعلق فرع نور، بنستخسر ندفع عشان بنفتكر ان هي مصاريف سنويه، لانك بالنسبه لك اهم حاجه المنتج اللي محطوط في الرف. لا، مش هو ده اللي مطلوب. فاكر وانت بتركب معايا فلايه تشيل املايه كله في جنيه؟ الجملة دي بسيطة بس بتعبر عن محتوى جامد. فلاية، فاكر الفلاية المشط الصغير ده اللي امك كانت بتعمل لك بيه شعرك عشان تطلع الببة والقرف اللي في شعرك؟ فاكر منتج صغير بجنيه، هو هنا طلع مميزات المنتج بتاعه في كلمتين، في سعره ومميزاته. لما تلاقي واحد تاني ماشي جنبه ويقول معايا فلاية، معايا مشط، معايا قصافة، انت هتشتري من مين؟ اللي هو كان بيصيط المنتج بتاعه. مهما كان منتجك ضعيف، طلع المميزات اللي جواه. هات الحاجه الساقعه، استنى، ستوب، اوب، يروح مدخل لك الكوبايه، اوب من الناحيه الثانيه التلج ينزل جوه الكوبايه، اوب يروح مدخل لك الست مفرهده وماسكه الازازه المشبره، واوب تمسك الغطا وتعمل كده والازازه تعمل فس. كلنا عارفين الفس، بس هو هنا بيديك انطباع ان فسته غير فسته، وبيطلع الفس وتطلع كمية غازات رهيبة تحس ان هو تانك امونيا. سحب عينك، عمل نظرك، شتتك، قالك انا الفس بتاعتي غير الفس بتاعتك. تلاقي الست قاعدة جنبك وتروح زي كده، اوب انا نفسي اشرب حاجة ساقعة. هو كده عمل ايه؟ صيد كل مميزات منتجه في 3 4 حركات. مع انك كل يوم بتشرب حاجه ساقعه، مع ان كل يوم هي عندك في التلاجة وكل يوم العيال بتشربها، بس هو هنا دايما بيغريك، دايما بيجيب نظرك عشان يقول لك روح اشتري المنتج بتاعي. فلو الدنيا ضايقه معاك، شوف الفس بتاعتك صوتها قد ايه، وكل ما صوت الفس عندك بيزيد تاكد ان الرزق هيزيد. اوعى تستسلم، خلي صيتك يملى الدنيا، اوعى تستصغر نفسك، خلي قدراتك اقوى من اي شيء. منتجك مهما كان صغير ليه مميزات، دايما تقول مميزات لحد ما تخلي الناس نفسها تصدق ان كل المنتج عندك مميزات، لحد ما الناس كلها تفهم ان منتجك ما فيهوش اي عيوب. مع السلامه.